ازيكم؟ وحشتكم مش كده؟ طبعا اكيد لاحظتوا ان احنا خدنا شويه راحه علشان نرتب الدنيا وعلشان اريح دماغي شويه وعلشان اديكم فرصه تسالوا كل الاسئله اللي عندكم. قبل ما اجاوب السؤال دوت خليني اقول لكم ان احنا وصلنا 1000 وشويه على يوتيوب، فشكرا لكل الناس اللي عملت فولو. وهنا احنا 19100، فشكرا جدا للي موجودين وشكرا للي هيجوا بعد شويه. ما تنساش لايك وشير وفولو علشان تعرف اللي الناس كلها ما تعرفوش. بروفيسور كويرل بشكل عام كان من اكتر الشخصيات المحيره في الكتب وفي القصه كلها، ومش فاهمين هو ازاي ضعيف بالشكل ده وفي نفس الوقت فولدمورت قدر بسهوله ان هو يلاقيه. فخلينا نجاوب السؤال ده من الاخر للاول. بروفيسور كويرل بشكل عام هو كساحر ما كانش قوي اطلاقا، ده كان ضعيف بس عنده شويه معرفه وغباء مطلق. والسبب الاساسي في ان فولدمورت ربط نفسه بيه هو ان كويرل كان شايف ان الشكل الوحيد ان هو يقدر يوصل للقوه كان من خلال ان هو يلاقي فولدمورت ويتعلم منه. غير كده في الكتاب الأول أصلا فولدمورت كان وصفه إن هو شاب بسيط عبيط وفي نفس الوقت عنده أفكار غلط عن الصح والغلط والخير والشر. طيب ليه كويرل ومن خلال فولدمورت ما قالش لسنيب لما رجع على المدرسة إن هو موجود؟ لسبب بسيط جدا. لأن سنيب بمنتهى البساطة بعد اللي حصل لليلي وبعد اللي فولدمورت عمله في جيمس وليلي وفي هاري بعد كده، هو قرر إنه ما يبقاش جزء من الناس اللي تحتيه إطلاقا وراح لدامبلدور. وفولدمورت لما رجع عرف هم مين الناس اللي كانت لسه معاه والناس اللي بقت ضده، واولهم كان سنيب. لكن فولدمورت لان هو متعجرف زي ما قال هنا في الكتاب بتاع جوبلت اوف فاير في الشابتر رقم 33 لما كان بيتكلم مع الديث ايترز ان كل اللي حصل له ده خلاه شك في التابعين بتوعه لدرجه ان هو حتى شك في سيفيروس سنيب. وده معناه ان حتى بالحقائق اللي كانت قدامه هو ما كانش شايف ان سنيب ضده. فخلاصة الكلام كل ده حصل ليه؟ لان فولدمورت ما كانش متوقع ان حد هيتجرأ ان هو يبقى ضد، وإن كويرل كان باختصار شاب عبيط، وإن سنيب كان جاسوس هايل ومحدش يعرف يكشفه.